بص هنتكلم عن العيد بتاع الناس اللي عندها 30 سنة مثلا ولا حاجة. عايزة اقول لكم ان انا بنتي لما جات لي الهدية دي من ايه، من خطيبة ابن سلفتي، فبتقول لي يا ماما اديني ايه المصاصة اللي جواها. قلت لها بتاعتي هاكلها. قالت لي ده انت هتاكلها، انت سنك كبير، هتاكلها ازاي؟ ده سن كبير اكلها ازاي؟ انا اكتشفت ان البنات شايفين ان احنا كبار والله العظيم. المهم ايه، احنا هنتكلم بقى على، انا بقول لهم دايما ان احنا ايامنا احسن من ايامهم، او اعيادنا وايامنا كلها كان ليها فرح. حتى رمضان بتاعنا ايام زمان يعني كان ليه فرحه عن الايام دي. اللي موافقني يقول يعني احلى ذكريات ايامنا. هم مش شايفين ان فيها كده، هم بيقولوا عاديه. يعني ايه الجديد في ايه الحلو في زمان؟ يعني انتوا على ايامكم على اللي احنا عندنا تليفونات بنتسلى بيها ومش عارفه ايه. قلت لهم كفايه الالعاب اللي كنا بنلعبها، اللي كنا نخترع العاب اساسا. واحنا معلش الاندومي انا عارفه انه غلط، بس يعني بناتي هقولي بس. المهم فاحنا بقى ايامنا احنا كان ليها فرحه. كفايه ان انتوا كنا بننزل اول حاجه، اول ما بنصحى من النوم بقى البنات بالذات. انا بالنسبه لي عند ماما كانت اول حاجه تخلينا نجيبها الاكلادور او المونيكير. كان بنص جنيه، اللي بيلمع بنص جنيه، 50 قرش يعني. واللي اللهم صل على محمد النبي الساده كان بربع جنيه. كان طبعا احنا هنجيب اللي بيلمع، تقول لي هات اللي بيلمع، بجيب اللي بيلمع. وكان لازم الشنطه، وكان لازم الجزمه السوداء اللي بتلمع او الالوان بس تلمع كده، ولازم شنطه طبعا. وكان ايامنا احنا حلو قوي. وكان لازم الشراب بكلون، والشراب اللي عليه فلون كده، او اللي هو بيبقى عليه بيتني كده من فوقيه. وكان البنات كلها اكترتهم طبعا فساتين. ايام زمان ده كان ايامنا البنات فساتين، مش زي دلوقتي بناطيل وبتاع، لا كان اغلبنا فساتين. وكفايه ان احنا كنا بنتفسح فسح اللي هي ايه مع العيله. العائلات كلها تتجمع، ومثلا يجوا الصبح نروح لبعضينا، النهارده احنا هنروح لفلان، النهارده هنروح نعيد على فلان. كان حتى لو هي كانت عندك النهارده، احنا بكره ولا بعد عندهم. فاهمين ازاي؟ يعني مثلا مش انا جيت عيدت عليكي يبقى كده خلاص، لا انا عيدت عندك النهارده يبقى هي تعيد عليكي بكره ولا بعد. فما شاء الله كان زمان الود. يعني دلوقتي زي كل سنه طيبه بالتليفون. فاهمين ازاي؟ كل سنه طيبه السلام عليكم كده بالتليفون وخلاص. احنا بنعمل ده كله، بننضف على العيد وبنجيب حلويات ونلبس واعياد ومش عارفه ايه ولبس والكلام ده كله، ولبس العيد والكلام ده، نيجي تصلوا ونيجي نروح والسلام عليكم على كده. هو كده العيد بالنسبه لنا دلوقتي. لكن زمان احنا كنا بنعيد صح. يعني كفايه بس الزيارات اللي احنا كنا بنروح لايه، لاهالينا. كفايه بس ان انت بتروحي لعمتك لخالتك مش عارفه لجدتك كده. لكن دلوقتي بصراحه لا، اعيادهم مش حلوه خالص، اعيادكم مش حلوه خالص. يا دوبك بيصحوا اندومي. انت فرحت عشان الاندومي مش عشان العيد؟ المهم يا بنات، كل سنه طيبين. اعيادنا احلى من اعيادكم. بالنسبه ان احنا سننا كبير، صح ولا لا؟ انتوا سنكم صغير، بس ايامنا احلى من ايامكم. المهم خلاص احنا كده هحط الاندومي على الميه عن الاندومي. وادي خلاص الفول السوداني، وادي خلاص الايه، وريتكم طبعا الحلويات دي. طبعا دي التحليه اللي هي التسليه بقى بتاعت بالليل. ودي بتاعت ماما. اللي انت قلتي لي سنك كبير مش هتاكلي المصاصه. اللي قلتي لي ايه، صدمتني والله العظيم، صدمتني بنت اللذينه. وده الشيبسي اتبقى برضو، حطيت بس اتبقى طبعا. وادي يا جماعه ده برضو اتبقى منه، مش ما حطيتوش كله في هناكل على قد ما ناكل ونشوف هنعمل ايه. هحط انا هاكل فيه اصلا. هحط الميه للاندومي اللي مش طايقاه، مش حلوه خالص، ما انصحش حد بيه. شيخه روحي بس. يلا جود باي، كل سنه طيبين.